أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أهلا 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 أهلا. Monsieur le Président, comment allez-vous et comment va l'Algérie? Oui. Viva l'Algérie. الحمد لله. Monsieur le Président, bonsoir. Merci. وأمين. Ouais. Oh my God. لا تكن لينا حتى تعصر وتكن يابسا حتى تكسر. لا لا لا. يعني اذا ما قدرناش نفوزوا على الاردن خلاص يعني نطبقوا البالو هذا خلاص. علاش كوتش الاردن لهالدرجه؟ الاردن منتخب مونديالي. انا نعرف المنتخب بس ما يوصل لمستوى الجزائر. ما تقدرش توصل الاردن لمستوى الجزائر. الجزائر فيها نربحوش الاردن، نحبسوا البالون. نحبسوه خلاص، ما نزيدوش نلعبوا البالون. سامحني، كان تكلم المدرب نور الدين زكري على المنتخب الأردني، يعني مدرب جزائري في الشباب السعودي، قال أنه لو كان ما فزناش على المنتخب الأردني نقفلها، يعني نقف الكرة في الجزائر. شو ردك يعني؟ هو مدرب؟ هو مدرب في الشباب السعودي. أول مرة أسمع فيه صراحة. ما أعتقد الكل بيعرف شو هو منتخب النشامة، وأيضا مدى تطور الكرة الأردنية في آخر السنوات، ووجود مدرسة مغربية. ويمكن هذا أكثر إشي اللي قاعد بوجع ابن ذكري، إنه في مدرب مغربي سيقود المنتخب الأردني في نهائيات كأس العالم. نور الدين زكري، راني معك 1000%. والله ما سمعتك. وعندك الحق. هي نضحكوا كامل هي. والله العظيم ما راك غلط. نور الدين زكري قال إذا لم نستطع الفوز على الأردن في كأس العالم يجب أن ننسحب من كرة القدم. عندها الصح. فاش راه غلط؟ اسكو راه غلط؟ تما لا ما ربحناش الأردن، على نقعدوا نلعبوا كرة القدم؟ ما فهمت. ان شاء الله بربي. عندما نتحدث عن مستوى المنتخب الجزائري يجب ان نتحدث عن منتخب قد غير قوانين كرة القدم. الهراج. جزائرية عندها أفكار وقادرة تطور المجتمع وقادرة. خدموا البلاد تبون. راك تقول جماعة فوطات عليك باش تخدم البلاد، ماشي تخون الأمانة. ملي جيت يا وجه الشر يا تبون يا وجه الشر، يا وجه البخس، يا وجه الرخص، انت وجه الشر. جبت لنا الوباء غير مقبول. واللي ما يعرفش الجزائر شاف أن المسجد الجامع الكبير تاع الجزائر هو ثالث جامع بالنسبة للعالم الإسلامي بعد الحرمين. لا حول ولا قوة إلا بالله، الشيطان دوختوه. لا 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 ويا مسا ما يا خرا شنو هذا؟ يعني ناس عقول ضيقة جدا. هذا هو. هذيك هي. العنصر النسوي الجزائري هو أكبر نسبة مئوية في المحيط نتاعنا المتوسطي فيما يخص الشهادات العليا. المقالة ماذا؟ في المحيط نتاعنا سواء المحيط القريب المتوسط ولا حتى البعيد. أيام ما كنا في صراع مع الغوغاء والبغضاء. وفي المغرب أقول وأكرر ما عندنا فيها لا جمل ولا ناقة. هذيك هي.
هذه ليماج ماشي في بوسطن وماشي في اوهايو ولا فلوريدا، هذه عاد الجيران، عاد المغاربه عمي. لا 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 تاع بصح والله كي تشوف هكايا، كي تشوف هكا تقول انبياء، هي لا هي البيئه تعيشوا الحياه افضل. لا لا لا. علاش صرا هاد الشيء كاع؟ باسكو جيت ندير السياحه، فاهم؟ باسكو هما عايشين بالسياحه، شايف؟ هما الرزق تاعهم كاع، لو كان ما يدخلش توريست للبلاد بلاد تكولي. فيفا لالجيري. فاهم؟ عايشين بالسياحه، وانا رحت اوطون كو سائح، رحت نسيح، فاهم؟ رحت نسيح صرفت دراهمي خاوتي بزاف، راك شايف؟ ومن بعد بصح كنت نشوف انا خاوتي قبل ما نروح، كنت نشوف باللي لي زانفلونسور ولا لي كرياتور دو كونتوني، صناع المحتوى ولا تاعهم تاع برا تاع لوروب ولا، فاهم؟ يروحوا تما يقلبوها جريدي، شايف؟ يروحوا تما يديروا بورديل ويشوفوهم، وهذاك الشيء يجي السياحه ناري زلطها برا في الشارع، هذاك الشيء يجي السياحه، هذاك الشيء هذه لغه واعره هذه. هما سائح كيجي لبلادكم، اسمعني مليح، السائح الاوروبي كيجي لتونس ولا يجي للمروك، محسوب المروك وتونس شابه على اوروبا، ماشي شابه على اوروبا، حنا رحناهم في زوج ونعرفوا علاش راهو يجي سائح. تخمم وحدك انت تلقاها، علاش راهو يجي سائح؟ لقى المحرمات عندكم. يشد روحكم مليح. Trip with Morocco by Joseph in 2 words. It was exhilarating and beautiful, eye-opening and thrilling, memorable and organized, unforgettable and safe, beautiful and once in a lifetime, amazing and magical, beautiful and DJ, once in a lifetime. La la la. Well, on the way here, I spent a beautiful 2 days in Marrakesh. And that wasn't a lot of time, of course, to experience so much magnificent culture, especially in heat that felt at times like unbearable. But we did get in an exploratory visit to the souk market square, filled with people and spices and aromas and jewelry and rugs and shoes and fresh baked bread and every Moroccan trinket you could imagine. I bought some scarves for head wraps and handcrafted wooden boxes to hold treasured photos and notes when I get back home. And my stay there at the Amanjina was exquisite. And I gotta tell you, lovely hotel that was enhanced by the services of a private butler. كلامك على صواب أستاذ محمد. سويسرا تتخذ موقف تاريخي من ملف الصحراء وتغير موقفها الذي كان دائما هو الحياد من هذا الملف. ترى مع السيبوريطه كتسمع على سويسرا، المانيا، بلجيكا، عطاف كتسمع على موزمبيق، طنزانيا، كوبا. هذه مقصود. بيقصدني انا، بيتكلم عليا. إعادة تأهيل هذه المساجد يتطلب 2 مليار درهم. أي والحل البوكلة والهدف. هذا ما رانا نشوفه فيه من فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي توجع القلب من مهلكة بوسبير. والمواطن المروكي المسكين المغلوب على أمره ما عندوش راي، ما ينهاش على المنطق. ما بغيتش تسالي التقويضات ديالك. التلفزيون الجزائري دار فيها تكتوكه. عرفوا التكتوكه، خلط شويه بصل طماطم من هنا، خلطهم في بعضهم باف وتخرجها. مولاي رايه المغرب، وهذا اللي كتشوفه من مولايا مسجد بناه الملك محمد السادس. واش عمرك تخيلتي تلقى المغرب في وسط تشيلي؟ انا دابا في واحد البلاصه اللي خلاني نحس براسي رجعت للمغرب. هذا هو المسجد والمركز الثقافي ديال الملك محمد السادس في مدينه كوكيمبو في تشيلي. من بعد ما كان زار الملك تشيلي في سنه 2004 وعطى الانطلاقه ديال هذه التحفه المعماريه واللي تفتحات في سنه 2007. هل تعلم ان الجزائر تعد من بين الدول العربيه الاكثر تقدما في مؤشرات الذكاء؟ كيفاش ما تقرقش حنبوك؟